عارف انك انت ممكن يكون معاك مبلغ بلك حاليا وعايز تدخره باعلى فايده ممكنه، وفي نفس الوقت ما تخسرش فكره انك ممكن في اي وقت تحتاج المبلغ نفسه او تحتاج جزء منه. كل الاوبشنز دي متاحه حاليا بقت في البنوك وفي الشركات تانية كتير، هنتكلم عنها ان شاء الله مع بعض في الفيديو، بس خلينا مكملين مع بعض. في البدايه اهلا بيكم في القناه بتاعتي. لو انت اول مره تشوف الفيديو ده يا ريت تبقى بتبص على الفيديوهات عندي في القناه والبلاي ليست، هتلاقي فيه لينكات مهمه جدا في الديسكربشن تحت. وبشجعك لو عجبك الفيديو في نهايه الفيديو تعمل لايك وتعمل كومنت تسيب لي فيه اي اسئله عندك، وتشارك الفيديو ده مع اي حد من اصحابك، وطبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشغل الجرس علشان ما يفوتكش شيء جديد. خلينا نبدا في الفيديو بدون ما نطول اكتر. النهارده هنتكلم مع بعض عن 6 منتجات. انا مرتب الحسابات عندي مرتبها على حسب الاعلى فايده ثم الاقل. اول منتجين معانا هما في البنك العربي الافريقي. اول حساب معانا النهارده حساب مقدم من البنك العربي الافريقي اسمه حساب توفير اي جولد. الحد الادنى عشان تفتح الحساب هو نص مليون جنيه. العائد بتاعك بيكون في عائد شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي. هنتكلم دايما عن الشهري مع بعض علشان دي اسرع حاجه معاك لو انت عايز فلوس سائله. زي ما بقول لك العائد بتاعه سنوي 24% يصرف شهريا، يعني بحسبه سريعه جدا. لو انت حطيت نص مليون جنيه اللي هو الحد الادنى بتاعك لفتح الحساب ده في حساب الاي جولدن، هتاخد عليه كل شهر 10000 جنيه فائده. الحساب ده علشان تفتحه ما ينفعش تروح الفرع، لازم تبقى لو انت عميل جديد في البنك بيبقى في طريقه كده، لازم تروح الفرع الاول تفتح حساب وتشترك في خدمه الانترنت البنكي. ان حساب توفير اي جولدن لازم تفتحه عن طريق الاونلاين بانكينج بتاع البنك العربي الافريقي بس. وممكن يكون في اوبشن يخليك تعظم المدخرات بتاعتك اكتر لما تستخدم الحساب رقم 2 هنتكلم عنه دلوقتي برده من البنك العربي الافريقي. الحساب رقم 2 من البنك العربي الافريقي هو حساب توفير جولدن بلس. الحد الادنى عشان نفتح الحساب هو 50000 جنيه. العائد بتاعه برده في عائد شهري، في عائد ربع سنوي، في عائد نصف سنوي، في عائد سنوي. هنتكلم برده على الشهري بس، وهي العوائد هتلاقوها في السكرين شوت بتظهر قدامكم في الفيديو دلوقتي. الشهري بتاعك او العائد السنوي يصرف شهريا هو هيوصل معاك 23%، وحد ادنى عشان نفتح الحساب زي ما كنا بنقول 50000 جنيه. المميز بقى اللي انا قريته على الموقع بتاع البنك العربي الافريقي انك انت علشان اصلا تفتح الاي جولدن بلس لازم يكون عندك حساب توفير او حساب جاري في البنك العربي الافريقي. والفايده بتاعه الاي جولدن بلس ما بتضافش على حساب الاي جولدن بلس، لا بتضاف او بتتحول لك تلقائي على حسابك التوفير او حساب الجاري، او ممكن تحولها على حساب الجولدن بلس بتاعك. العائد اللي هيجي لك من حساب الاي جولدن بيترمي تلقائي او تقدر ترميه تلقائي على حساب الاي جولدن، وده هيعظم لك مدخراتك. ليه؟ هنفترض انك انت رحت اول مره كعميل البنك العربي الافريقي عشان تفتح حساب هناك، ففتح حساب الجولدن بلس وفتحته بمليون جنيه. بعد ما فتحت الحساب الجولدن بلس واشتركت في خدمه الانترنت البنكي، رحت فتحت حساب ثاني اللي هو الاي جولدن اللي هو حد ادنى بتاعه نص مليون جنيه. النص مليون جنيه هتجيب لك 10000 جنيه كل شهر. ال 10000 جنيه دي لما هتنزل لك على حساب الجولدن بلس بعد شهر من اضافتها على الحساب ده هتبدا تعدل لك فايده على ال 50000 اللي انت سايبها اصلا حساب بتاع الجولدن بلس اصلا. يعني انت بتجيب الفايده نفسها بتجيب لك فايده ثانيه، دي حاجه حلوه، مش بتجيب لك فايده قليله. فكده احنا خلصنا الحساب بتاعت البنك العربي الافريقي. بس في النهايه عايزك تتشيك معاهم امكانيه فعلا انك تعمل حاجه زي كده. انا مريت على الموقع لقيت مفيش ما يمنع انك تعمل حاجه زي كده، بس تشيك فيها مع الموظف المعني هناك وتاكد منهم الفوائد زي ما انا بقول لك. يعني الفوائد دي وقت ما انا بصور الفيديو ممكن تبقى مسافه ما انت تشوف الفيديو ده بعد شهر ولا شهرين ولا سنه ممكن يكون الفايده اتغيرت، فتشيك معاهم على الفايده برضه. نروح على الحساب رقم 3. حساب رقم 3 عندنا هو حساب مش من بنوك، الحساب ده مش بنك اللي بيقدمه، الحساب ده بتقدمه شركه فوري اسمه حساب فوري اليومي. انا عارف انك انت ممكن تكون سمعت عن فوري وكارت فوري الاصفر، فانا مش محتاج ان انا اضيف لك معلومه في الفيديو ده زياده. ممكن نتكلم عن كارت فوري الاصفر في فيديو ثاني لو انت حابب، بس يا ريت تقول لي تحت في الكومنتات عشان تشجعني يعني ان انا اصور الفيديو ده. حساب فوري اليومي ده حساب ظريف جدا، هو يعني خدمه منفصله عن كارت فوري. يعني انت ممكن يبقى معاك كارت فوري بس مش معاك حساب فوري اليومي. حساب فوري اليومي حاليا بيعمل فايده اولموست 23%، يعني تقريبا حوالي 23%. ده عائد سنوي يصرف يوميا او يضاف يوميا. فانت بالبلدي خالص بتحط فلوسك اللي هنفترض مثلا 50000، هي بتجيب لك فايده سنويه تقريبا حوالي 23%، بس بتضاف لك يومي. بتضاف لك يومي فين؟ برضه على فوري اليومي، فالفايده بتعد فايده. العائد في الحساب فوري اليومي هيبقى عائد متغير، يعني ممكن في يوم تلاقيه 23% وممكن في يوم تلاقيه اقل. خلي بالك برضه العوائد عموما في كل الحسابات اللي هنتكلم عنها النهارده بنسبه كبيره هي بتتغير بس لازم ترجع فيها للبنك كل فتره، لان الفوائد لما بتزيد اكيد الحسابات دي هتزيد والعكس. ده بالنسبه لحساب فوري اليومي. تشترك فيه ازاي؟ بتروح اقرب فرع ليك من فوري بلس تقول لهم عايز اشترك في خدمه الكارت الاصفر من فوري، وبالمره لو انت عايز تشترك ممكن تشترك معاهم في فوري اليومي اللي بنتكلم عنه. كارت الفوري الاصفر هيفيدك جدا برده، ممكن نتكلم عنه بعدين. حساب رقم 4 اللي معانا النهارده برده مقدم مش من بنك، مقدم من شركه حالا، اسمه حساب حالا تحويش. حساب حالا تحويش ده هو حساب برده العائد فيه متغير، عائد سنوي يصل ل 20% وبرده بيضاف يوميا، فانت تقدر تعتبره شبه فوري شويه. سهوله الموضوع ان هو عن طريق ابلكيشن، انت بتروح بس تقدم على الابلكيشن وبتروح تقريبا تمضي في اي فرع من فروع حالا اللي انت هتلاقيهم برده في الابلكيشن بتاع حالا. يعني انت محتاج تنزل الابلكيشن بتاع حالا، وبرده فوري محتاج تنزل الابلكيشن بتاع فوري عشان تعرف اقرب فرع ليك وتوفر فيه خدمه انك توقع على الحساب بتاع حالا تحويش. فحساب حالا تحويش هو فايده يوميه 20% سنويا تضاف يوميا، يعني انت محتاج تقسم ال 20% دي على 365 يوم عشان تشوف هتدي لك نسبه كام كل يوم وتضربها في المبلغ بتاعك.
دي برضو تفاصيل لو انت مش عارفها ممكن تقول لي اعمل لك فيديو مفصل ازاي تعرف تحسب الفائده بتاعتك، سواء كانت على حساب توفير، فائده شهريه، سنويه، ربع سنويه، نصف سنويه، او فائده يوميه حتى، والشهادات نفس الكلام. حساب رقم 5 معانا النهارده مقدم من بنك مصر، حساب سوبر كاش توفير. حساب سوبر كاش توفير ده حساب فايده تصل ل 23%، بس هي بتبدا من 18%. حد ادنى عشان نفتح حساب سوبر كاش توفير هو 100,000 جنيه، تاخد فائده 18% سنويا تصرف شهريا. ميزه الحساب ده ان الحساب الفلوس فيه مش مربوطه زي الشهادات، وكل الحسابات كده، فانت ممكن في وقت تسحب فلوسك وممكن في وقت تزودها مره ثانيه، بس فائدتك هتصرف شهريا. فبالتالي انت ال 18% دي بتقسمها على 12. ومحتاج برضو تتشيك مع البنك او تبص على موقع البنك عشان تشوف احدث فايده متاحه حاليا كام، عشان الفوائد بتتغير زي ما بقول لك. الفوائد دي اللي انا بقولها وقت تصوير الفيديو ده، فانا مش مسؤول وقت ما انت بتشوف الفيديو ده الفايده اتغيرت بقت ايه. اخر حساب معانا النهارده هو حساب برضو مقدم من بنك مصر، سوبر كاش الجاري. الحساب ده باين من اسمه هو حساب جاري، بيديك ميزه اضافيه عن حساب التوفير سوبر كاش، انه ممكن تطلع عليه دفتر شيكات لو انت حابب، لانه هو اصلا حساب جاري. بيديك فايده يوميه، الفايده دي سنويه 17% تصرف يوميا. بيديك فايده 17% دي اقل حاجه لغايه 23%، او يعني تصل ل 23% سنويا، بس تصرف يوميا. فانت بالتالي بتقسم على 365. اقل مبلغ عشان نفتح بيه الحساب ده هو 50,000 جنيه. الحساب ده هينفع اكتر التجار اللي بتدخل وتطلع فلوس كل شويه او كل يوم من حسابها، فبالتالي مش عايزه تفقد الفايده اليوميه اللي هتاخدها لما تضيف فلوس النهارده. لانك انت في الشهر لو انت شفت الفيديوهات اللي قبل كده اتكلمت عنها عن حساب التوفير باستفاضه وازاي تعرف الفوائد تحسب الفوائد، انك انت لو حطيت فلوس في نص الشهر في حساب التوفير والعائد بتاعه شهري، انت بنسبه كبيره ما فيش فايده هتجيلك على المبلغ اللي انت حطيته في نص الشهر. ولو انت سحبت فلوس قبل نهايه الشهر هتنزل لك الفايده على اخر او على اقل مبلغ هيقفل الشهر فيه. ولو المبلغ ده كان اقل الحد الادنى لحساب الفايده في حسابك التوفير ده مش هتنزل لك فايده اصلا. فالحساب الجاري اليومي ميزته انك انت هتحط فلوس النهارده هتاخد فايدتها بكره. النهارده اقول ان انا شاركت معاكم النهارده 6 حسابات. اتكلمنا عن حساب اي جولدن من حساب توفير اي جولدن من البنك العربي الافريقي، واتكلمنا عن حساب الجولدن بلس من البنك العربي الافريقي، واتكلمنا عن فوري اليومي، واتكلمنا عن حالا تحويش، واتكلمنا عن سوبر كاش توفير من بنك مصر، وسوبر كاش جاري اليومي برضه من بنك مصر. اتمنى في نهايه الفيديو انك انت لو عندك اي اسئله تحت في الكومنتات، ويا رب تكون استفدت من المعلومات اللي عندنا في الفيديو ده. وانت مش مشترك في القناه لغايه دلوقتي يا ريت تنورني بالاشتراك في القناه وتعمل لايك وتشغل زر الجرس. كل اللي انت بتعمله ده بيدعمني انا وبيساعدني ان انا اكمل في المحتوى بتاعي، وتشارك الفيديو ده مع اي حد من اصحابك عشان ممكن يستفيد. وما تنساش تبص بصه في الفيديوهات اللي تحت موجوده ولا تظهر معاك في نهايه الفيديو. Thank you for watching and see you next video. Bye.